السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. من الفيديو اللي فات الفيديو ده روتين جديد وفيديو جديد كله نشاط وحيوية وطاقة ايجابية جديدة. روتيننا النهاردة روتين مختلف. روتيننا النهاردة في الغيط زي ما انتوا طلبتوا مني. انتوا كتبتولي في الكومنتات وقلتولي يا دعوة ما رحتش من زمان الغيط. فضلا بقى وليس امرا حطوا اللايك، دعوة حلوة كده بصراحة الحال. بس قبل انا ما ابتدي الفيديو حابة اشكر اخواتي وحبايبي وامهاتي وابهاتي واخواتي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا، ويبارك لي فيكم وكبروا قناتي كمان وكمان وقناتي تكبر بكم. بس فضلا وليس امرا يا ريت كل اللي لسه ما اشتركش في القناه وبيتفرج عليا يشترك في القناه وفعل زر الجرس ويعمل كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. انت هتعملي ايه النهارده؟ احنا روتيننا النهارده في قلب الغيط. قلت بقى كده اجهز شويه مانجا قبل ما اروح الغيط عشان خاطر ايه؟ تبقى القعده حلوه كده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. وكنت جايبه شويه مانجا زي ما انتم شايفين كده، قلت اخزنهم عشان خاطر إيه الكنافه والحلويات وكده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. تعالوا معايا بقى كده، يلا نروح الغيط وسيبكم من المطبخ، انتوا زهقانين من المطبخ خالص. اول حاجه دي دخلت البلد بتاعتنا وكانت تلا بقى معايا. وزي ما انتم شايفين دي مشروع الجديد اللي هم بيعملوه، ده الكوبري الجديد اللي هم بيعملوه عندنا في الارياف. الارياف مناظر طبيعيه جميله. ده كان امبارح روتين الجمعه. بصوا بقى طالعه فرحانه جدا جدا. انا ذات نفسي لما بخرج الخروجه اللي انتوا شايفينها دي انا ببقى فرحانه ومبسوطه. انا بستنى ابو محمد من الاسبوع للاسبوع، من الجمعه للجمعه، على ما بخرج الخروجه الحلوه دي. انتوا بالتاكيد كنتوا مخنوقين زي كده، فقلت يلا ناخد كاميرتنا الحلوه ونصور الجو الجميل اللي احنا شايفينه. جو جميل جدا 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 والدنيا جميلة جدا. وبين الشجر وبين الترعة او المنصورية حسب ما انتم بتقولوا عندكم. زي ما انتم شايفين بقى كده تلا كانت رايحة عند مكنة الري. دي مكنة الري اللي بتروي الاراضي بتاعتنا. دي الفلاحين وعيشة الفلاحين وعيشة الأرياف. عيشة الأرياف حلوة ووحشة في نفس الوقت، بس أحلى حاجة فيها المناظر الطبيعية. بس طبعا مش كل الناس عندها غيطان ومش كل الناس عندها بيوت وكده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. اللي لسه ما حطش اللايك يحط اللايك فضلا وليس أمرا. انا اخوكوا جوله كده بقى في قلب الغيط. طبعا بقى الغيط دون ما نحتكمش عليه حاجه، يعني ما نقدرش نحكم فيه في حاجه، بس مش المهم. تعالى اعمل لهم المهم لايك. لقيتها كانت مبسوطه جدا وفرحانه. بقول لها خليهم يحطوا اللايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديوهات. وتلا بصوا كانت مبسوطه وفرحانه جدا جدا. وقاعده اقول لها بقى ايه، قولي اللهم صل وسلم تعملي ايه وبارك على على الترع؟ الحبيب. زي ما انتم سامعين كده، يعني انا بتكلم مع تلا وقاعده اقول لها قولي لخالتك باي وسلمي على خالتك. فاللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. بصوا انا مش هقول لكم انا يأسانه ولا مخنوقه ولا متضايقه ولا الحاجات دي كلها. اقول لكم اقفوا جنبي، اقفوا جنبي، اقفوا جنبي للقناه. إيه، خلوا المشاهدات تعلى شويه بالله عليكم، بالله عليكم زودوا المشاهدات، خلوا القناه تكبر. القناة محتاجة اللي هي تكبر، محتاجة وقفتكم جنبي، محتاجة دعمكم ليا، محتاجة كل حاجة. انتم بتقفوا جنبي لايك وشير وكومنتات حلوة زيكم. تعالوا بقى نروح نشوف شجرة الكمثرى. بصوا دي كمثرى. بصوا لسه يعني طرحه كام واحده ايه، بس لسه خضره شويه. دي طبعا كمثرى مش حجمها مش كبيره عشان هي مش واخده كيماوي ولا رش ولا الحاجات دي. واللي انتوا شايفينها بقى في الارض دي كلها ملوخيه والله العظيم الغيط ده مش ما نملكش فيه حاجه. المهم بصوا احلى حاجه في الارياف وفي الفلاحين ممكن حد يصور اي حاجه، يعني عادي في الغيطان. شم النسيم بردك اي حد ما عندوش اي ارض يروح يشم النسيم وكده. فكنت انا وتلا بقى كده بقول لها تعالي نشوف ننزل تحت شجره المانجا يمكن نلاقي فحل مانجا ولا حاجه. ما لقيناش اي حاجه خالص. قمنا خارجين من تحت الشجره تاني برغم ان هي كانت يا عيني عاوزه تقعد تحت الشجره وتتصور وكده. كانت بقى هي بتقول لي يا ماما كمان انا اقف الناحيه دي وانت تصوريني واقول لهم حطوا اللايك وكده. فقلت لها لا تعالي بقى نطلع من تحت شجره المانجا، لان انا بخاف الصراحه من تحت شجره المانجا يكون فيها حاجه كده ولا كده، ربنا يسترها. نزلنا بقى الارض كده. دي نقاقه لسه موسمها ما جاشي اهي. ودي شجر برتقان ويستفندي بردك لسه موسمه ما جاشي. يجعل ايامنا كلها خير وناس في صحه. وكان ابو محمد بقى كالعاده مشغول في التليفون ومش مركز معانا خالص خالص خالص. وتلا خدت مني التليفون وفكرتها اللي هي بتصور وهما كانوا بيجمعوا البتنجان.
فما طلعتش بتصور. المهم صورنا بقى كده يعني المقطع بتاع بقى تقطيف البتنجان وكده، وكنت انا بقطف بتنجان ومحمد بيقطف بتنجان وكده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. فما طلعتش بقى عملته. فكده بقى هما بقى ايه، بيفرزوا البتنجان عشان يروح سوق يتباع يعني في السوق، والحلوة يحطوها مثلا كده في جنب، والوحشة يحطوها في جنب وكده. ده بقى كانت قاعدة ترازي فيهم وتضايقهم موت موت موت. ده كده يكون روتيننا، وده يكون فيديوهنا النهاردة. اتمنى اللي هو يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكون خدتكم جولة ولو جولة صغيرة كده في الغيط. ان شاء الله باذن الله الفيديوهات التانية اللي جايه كلها يعني انا ما بروحش الغيط الا لما أبو محمد يجي. ان شاء الله باذن الله هنعمل فيديوهات جامده جدا جدا. هناخد غدانا ونروح نعمل غدا في الغيط. وبصوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله باذن الله، وعد مني اللي انا هاخدكم الايام الجايه في الغيط كتير. يعني انا بعد الفيديو ده قلت لابو محمد لازما نعمل فيديوهات في الغيط. قال لي لو جاب مشاهدات، قلت له سيب المشاهدات على الله. احنا بنبقى نعمل فيديو ساعات ما بيجيبش مشاهدات، ونعمل فيديو ساعات يجيب مشاهدات، سيبها على الله. فشجعونا بقى وحفزونا، وانا محتاجه مساعدتكم. انا بقولها لكم بصراحه، انا محتاجه دعمكم، محتاجه مساعدتكم، دعمكم وقفتكم جنبي. اللي انتم الفيديو ينزل، اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، ومش اشتراك وخلاص، يتفرج كمان على الفيديوهات ويعمل لايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. لو انتوا عملتوا لايك كتير الفيديو هيترفع. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد. كده بقى رحت بقى ايه، قبل طبعا ما اروح البيت، انتوا كنتوا شفتوا المقطع دون قبل ما اروح الغيط وكده. فالمانجا دي انا كنت جايباها الكيلو ب30 جنيه، خزنها للكنافه للحلويات، اكلها كده. انا ساعات بحب اكل المانجا، بس الصراحه ما بحبش المانجا الزبديه لما تتخزن اجي اكلها. دي بتبقى النعومي او التيمور او اسمها ايه، في انواع مانجا تانية كتير كده انا بحب اكلها، بس برضك بحب اكل الزبدية، بس مش بحب احطها في الفريزر وارجع اللي انا اكلها وكده. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كنت جايبة 5 كيلو، قلت اعينهم، جبت لهم بردك علب كده اقشرهم بردك بالمقشره. هم الصراحه استووا مني قوي، وانا المفروض انا كنت جايباهم بقالي كام يوم، المفروض كنت اول ما جبتهم كنت عملتهم عشان خاطر اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد، ما ياخدوش، ما يبقوش مستويين قوي، تبقى مكعبات كده. كنت جايبه بردك باميه، كنت بسلقها وكنت بسيح سمنه. دي بقى في فيديو تاني، يعني دي في فيديو تاني، ما رضيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. وقلت بقى اخلي الفيديو بتاع الغيط دون في الغيط، يعني ما لخبطوش دماغكم، ما يعني خلينا في باب واحد زي ما بيقول. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فضلا منكم ليس امرا مني، حطوا اللايك، حطوا اللايك بالله عليكم، حطوا اللايك. ولو الفيديو عجبكم اكتبوا لي الفيديو عجبنا يا دعاء. واهم حاجه دعائكم ليا، دعائكم ليا بصلاح الحال، ربنا يصلح حالي وحالكم، اللهم امين يا رب العالمين. وما يمنعش كده اللي احنا طول ما احنا واقفين كده ناكل حبه مانجا. الصراحه الفاكهه الوحيده اللي انا بضعف قدامها، فاكهتين 2 انا بموت فيهم، بحبهم جدا 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 جدا، المانجا والبلح. اكتر فاكهه انا بموت فيه. اما بقيت الفاكهات انا ماليش تقل عليها الصراحه قوي، يعني الجوافيه، العنب، الكمثرى، كل انواع الفاكهات التانية. اكتر فاكهتين بموت فيهم المانجا والبلح، مش قادره اوصف لكم انا بحبهم الصراحه قد ايه، يعني بحبهم حب جنان، يعني حب جامد جدا. انا زي ما قلت لكم بقى كنت بعمل لهم غدا فعلا في الوقت ده كده، قلت نتغدى قبل ما نمشي نروح الغيط. ابو محمد قال لي غدينا الاول يا ابني، تعالى ناخد الشوايه ونشوي هناك. انا كنت بعمل لهم كفته، قال لي لا احنا نتغدى النهارده في قلب البيت، وان شاء الله باذن الله في مره تانية ناخد الغدا ونروح نتغدى هناك. المهم قلت له ماشي مفيش مشكله.
كملت بقى المانجا، وهي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، اتمنى ان يكون الروتين عجبكم ونال رضاكم. فضلا منكم ليس امرا مني، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واعملوا كلمه الكل عشان كل ما ننزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه. بحبكم في الله، ما تحرمش منكم. كل اللي بيقفوا جنب، كل اللي بيدعوا لي دعوه حلوه على دماغي من فوق، وحبايبي القدام والجداد بردك على دماغي من فوق، بتشرفوني وبتنوروني. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، اخواتي وامهاتي وحبايبي. ربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب. ودي بقى كانت شكل المانجا كده بعد ما خلصتها اهي. اشوفكم باذن الله في الروتين الجاي على خير، في رعايه الله.